السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض شنطة صغيرة للموبايل أو كفر للموبايل. هننفذه إن شاء الله بكل سهولة، مش بياخد خيط خالص. الشنطة دي أخدت معايا حوالي 50 جرام من الخيوط، اشتغلتها على فتلتين من خيط مكرمية فرنساوي، وهي خيوط رفيعة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. استخدمت مع الخيط الرفيع ده مكرمية فرنساوي، استخدمت معاه إبرة مقاس 3.5 مليمتر، وكمان استخدمت لوجو، وكمان زرار كده خشب، او لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي اي زرار تاني. واستخدمت مقص، وكمان هسيب لكم لينك الفيديو بتاع ازاي تفكي الخيوط بكل سهوله بتاعه المكرميه الفرنساوي، هتلاقوه ظاهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، او هسيبه لكم كمان في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس. جهزوا ادواتكم وتابعوني ويلا نبدا. ورجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت 18 سلسلة. هو ده العرض بتاع الشنطة اللي انا هبدأ بيه. لو انت حابة الشنطة تكون اعرض من كده فهتبدأي ان انت تشتغلي اكتر من 18 سلسلة. بعد ما اشتغلت 18 سلسلة هبدأ ان انا ارتفع سلسلة ارتفاع، لاني انا هشتغل غرزة حشو. هسيب اول سلسلة عندي وهدخل في تاني سلسلة على طول، وهسحب خيط معايا حلقتين على الابرة، هسحب خيط وهطلع من الاتنين مرة واحدة، وهكرر بنفس الطريقة في كل ال18 سلسلة بتوعي لحد اخر سلسلة في الدور. رجعت لكم تاني ووصلت معاكم لاخر سلسلة عندي، وهشتغل في السلسلة دي 4 غرز حشو. ادي واحد، هاخد معايا الخيط بالشكل ده كده عشان اشتغل عليه. ادي 2، ادي 3، وادي 4 بالشكل ده كده. وهكمل في نفس الغرز في الجهة المقابلة للغرز اللي انا اشتغلت فيها حشو، هشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. هاخد معايا الخيط اشتغل عليه بالشكل ده كده لحد ما نوصل لاخر غرزة عندي في الدور. ورجعت لكم تاني وصلنا لاخر غرزة في الدور، وهبدأ ان انا اشتغل فيها 3 غرز حشو. 1 2 3. وطبعا اول غرزة انا اشتغلتها في الغرزة دي فيبقوا كده 4، يبقى انا اشتغلت في الجزء ده 4 غرز، وفي الجزء التاني ده 4 غرز برضو. وبعد كده هقفل في اول غرزة عندي بمنزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة تمام، واشتغل في نفس الغرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو حشو، وهكرر بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس بنفس الطريقة دي. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزة في الدور، هبدأ ان انا اشتغل فيها حشو بالشكل ده كده، وهقفل في اول غرزة عندي. ما نتلخبطش ونعمل غرزة في دي لان دي غرزة منزلقة تمام. هقفل في اول غرزة عندي في الدور بمنزلقة بالشكل ده كده. طبعا انا كنت كملت في بقية الدور الاربع غرز اللي انا كنت اشتغلتهم في الجنب ده وفي الجنب ده، انا اشتغلت فوق كل واحدة غرزة حشو واحدة بس، ما زودتش ولا عملت تزايد ولا عملت تناقص. فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. هبدأ ان انا ارتفع بسلسلة، وفي نفس الغرزة برضو هعمل حشو، والغرزة اللي بعديها برضو هعمل حشو بنفس الطريقة. هرتفع دورين كمان، يعني احنا كده خلاص عملنا الدور اللي هو بتاع البداية وارتفعنا فوقيه دور، هرتفع 2 دور كمان بنفس الطريقة. فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بدون اي تناقص ولا تزايد. انا هكملهم وهرجع لكم. وبكده نكون اشتغلنا 4 ادوار من اول الدور بتاع البداية، 4 ادوار من غرز الحشو.
انا هنا في الدور ده خلاص هنبدأ ان احنا نبدأ نعمل الغرز الجديدة في الدور. فانا مش هقفل بمنزلقة عشان طبعا القفل بمنزلقة بيبقى باين في نهاية كل دور، وبيبقى بيخلي منظر الشغل مش لطيف، فعشان كده انا هقفل بالطريقة دي. لكن لو انت حابة تكملي تقفلي بمنزلقة في كل دور مفيش مشكلة خالص، هتقفلي بمنزلقة. بس حاولي في نص الشغل ان انت تقطعي الخيط وتوصلي الخيط من ناحية تانية عشان الشغل ما يبقاش منظره مش لطيف. فهبدأ ان انا اقفل بالطريقة دي كده. وانا كنت قفلت بيها قبل كده في فيديو لشنطة مليون، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، او كمان هتلاقوا الفيديو ظاهر عندكم على الشاشة دلوقتي. انا هبدأ ان انا اقفل، هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، اول غرزة عندي في الدور تمام بالشكل ده كده، وهسحب الخيط اسحب الخيط بالشكل ده كده وادخله في الابرة، وبعدين اسحبه وادخله كده لورا بالشكل ده كده. تمام خلاص الخيط انا سحبته كده، معايا الخيط كده على الابرة، هدخل بيه جوه الغرزة وهسحب خيط. تمام، وبعدين هطلع من كل الخيط اللي معايا على الابرة وهدخل جوه الحلقتين اللي من قدام. تمام، وهسحب الحلقتين اللي ورا اللي انا دخلت بيهم اول حاجة، هسحبهم واطلعهم منهم بالشكل ده كده. تمام، تعالوا نكررها تاني مع بعض. هدخل بالشكل ده كده تحت الحلقتين، وهجيب الخيط بتاعي واطلعه بالشكل ده كده، اطلعه لورا. تمام، بعد ما طلعته لورا انا الحلقة معايا على الابرة لسه، هدخل تاني جوه الغرزة اللي انا دخلت فيها وهسحب خيط. تمام، يبقى انا كده معايا خيط من ورا وخيط من قدام، هطلع من الحلقتين اللي معايا على الابرة، اللي من ورا هطلعه من الخيط اللي قدام بالشكل ده كده، وبعدين هرتفع 3 سلاسل ارتفاع عشان ده ارتفاع الغرزة اللي احنا هنكمل بيها. لو انت هتشتغلي حشو يبقى هترتفعي غرزة واحدة، هتشتغلي عمود بلفة يبقى 3 غرز بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ ان انا الف لفة على الابرة، وهدخل في الغرزة اللي بعديها على طول. طبعا دي اول غرزة عندي خلاص، هدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهعمل عمود. احنا دلوقتي هنعمل عمود بس هنعمله زي حرف الاكس، هوريكم ازاي دلوقتي. ادي عملنا اول عمود، هلف لفه على الابره بتاعتي وهدخل جوه الحلقه اللي انا اشتغلت فيها السلاسل، ارتفاع السلاسل بتوعي، وهعمل فيها عمود. تمام، شايفين بقت عامله معايا ازاي كانها حرف اكس. هكرر دي غرزتين، هدخل في الغرزه رقم 2 هعمل عمود بالشكل ده كده، وبعدين هلف لفه تاني وهدخل في الغرزة اللي قبليها وهعمل عمود بالشكل ده كده. تمام، هكرر الغرزتين اهم اللي انا هشتغل فيهم، هدخل في تاني غرزة وهعمل عمود، وبعدين هلف لفة وهرجع تاني في الغرزة اللي قبليها وهعمل عمود عشان تديني الشكل اللي هو بتاع حرف الاكس. هكرر الغرزتين اهم، ادخل في الغرزة رقم 2 لف لفة تاني وهدخل في الغرزة اللي قبليها وهعمل عمود. تمام، شايفين بقت عاملة معايا ازاي حرف الاكس بالشكل ده كده. هكرر ادي الغرزتين بتوعي، هدخل في تاني غرزة نعمل عمود، وهرجع الغرزة اللي قبليها على طول اللي انا اصلا كنت سايباها وهعمل فيها تاني عمود بالشكل ده كده. دي الغرزتين بتوعي، هدخل في الغرزة التانية الاول وبعدين هرجع اشتغل في الغرزة الاولانية. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزتين في الدور، هبدأ ان انا اعمل فيهم برضو عمود كده زي الاكس. هسيب الغرزة اللي جاية على طول واشتغل في الغرزة اللي بعديها عمود بلفة، لف لفة تاني على الابرة، والغرزة اللي انا سبتها هشتغل فيها عمود بلفة
بالشكل ده كده. تمام، شايفين الغرزة شكلها حلو ازاي؟ تمام. بعد كده هنقفل الدور برضو زي ما احنا قلنا، احنا مش هنقفله بمنزلقة زي ما انا قلت، هنقفله بالطريقة دي. هدخل تحت اول غرزة عندي وهي غرزة العمود، وبعدين هسحب الخيط اللي انا كنت طلعت منه وهطلعه بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هدخل في نفس الغرزة اللي انا دخلت بيها، وبعدين هسحب خيط كده. معايا حلقتين على الابرة، هطلع من الحلقتين وبعدين هطلع اللي جوه دي، الحلقة اللي من جوه هطلعها بره بنفس الشكل كده. تمام، كأننا بنعمل غرزة منزلقة يعني. تمام. وبعد كده هرتفع سلسلة لان الدور ده انا هشتغل فيه حشو. ناخد بالنا ان احنا الغرزة اللي احنا دخلنا فيها وسحبنا الخيط وطلعنا وعملنا كده هنشتغل فيها برضو واحدة حشو. تمام. بعد كده الغرزة اللي بعديها حشو برضو. تمام، شايفين الغرز اللي عندي هي دي الغرز اللي انا هشتغل فيها حشو بالشكل ده كده. فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. تمام. نشتغل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي هشتغل فيها حشو بالشكل ده كده. وبقى معايا بالشكل ده بعد ما اشتغلت دور حشو فوق كل الغرز بتاعتي بتاعة العمود. تمام. دلوقتي هبدأ اقفل الدور برضو زي ما احنا متعودين. معايا الحلقة على الابرة، هطلع منها وهدخل في اول غرزة عندي اللي هي غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها، وهشد الخيط بتاعي بالشكل ده وادخله في الابرة وبعدين هسحبه لورا. تمام، بالشكل ده كده. معايا الحلقة على الابرة، هدخل جوه الغرزة نفسها وهسحب خيط. تمام. بعد كده هطلع من الحلقتين، الحلقة اللي قدامي دي هطلع منها الحلقة اللي ورا بالشكل ده كده. كأننا بنعمل خلاص بعد ما نطلع من الحلقتين كأننا بنعمل غرزة منزلقة. تمام. وبعد كده هرتفع ب3 سلاسل. هكرر نفس الدور بتاع العمود اللي هو على شكل الاكس، هكرره برضو فوق كل غرز الحشو بتاعتي. تمام. هلف لفة على الابرة وهدخل، طبعا دي اول غرزة عندي، دي تاني غرزة، هدخل جوه تاني غرزة. تمام، بشتغل فيها عمود، بعدين هلف لفة على الابرة وبعدين هرجع تاني ادخل جوه اول غرزة عندي بالشكل ده كده. هكرر، ادي اول غرزة وادي تاني غرزة، هدخل جوه تاني غرزة وبعدين هرجع اخد اول غرزة بالشكل ده كده. اكرر تاني. اتمنى الفيديو يكون واضح وتقدروا تنفذوه بكل سهولة، وهكرر بنفس الطريقة دي لحد نهاية الدور. رجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزتين في الدور، هبدأ ان انا برضو اشتغل فيهم عمود بلفة بالشكل ده كده، وهرجع لتاني غرزة لأول غرزة عندي انا سبتها واشتغل فيها عمود بلفة، وهقفل بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. دخل الابرة بتاعتي بالشكل ده وهسحب الحلقتين بالشكل ده كده، هسحب الحلقة سوري واطلعها. تمام. وبعد كده هدخل جوه الغرزة وهسحب خيط. معايا حلقتين، هطلع اللي ورا من اللي قدام بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده هرتفع سلسلة لان انا هشتغل في الدور ده كله غرز حشو. وبكده الفكرة تكون وضحت معانا احنا بنشتغل ازاي. احنا كنا اشتغلنا 4 ادوار من الحشو، بعد كده اشتغلنا دور من العمود بلفة على شكل الاكس، وبعد كده دور حشو، وبعد كده دور عمود بلفة على شكل اكس، وهكذا لحد ما نوصل للطول المناسب لينا. هتشتغلي دور حشو ودور عمود بلفة على حرف الاكس، دور حشو ودور، وهكذا لحد نهاية الطول المناسب ليكي. انا هشتغل لحد الطول المناسب ليا وهرجع لكم.
ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت بالطول المناسب ليا، وبقى معايا زي ما انتوا شايفين كده. وكمان ركبت اللوجو في الجزء ده، وكمان ركبت هنا ماركر، لاني هو ده الجزء اللي انا هرتفع منه بسلاسل. وهركب هنا الزرار، انا قسمت بس بالنص كده بالشكل ده، وهركب هنا الزرار ان شاء الله. بس اتبقى عندي دور هنعمله سوا دلوقتي من غرز الحشو، وكده يبقى انا هنهي ب4 ادوار كده. انا عندي 3، اخر دور عندي هيبقى الدور الرابع، زي ما انا ارتفعت بيه 4 ادوار من تحت. تمام. زي ما احنا ملاحظين برضو مفيش هنا في الجزء ده خالص مفيش اي علامات للمنزلقة خالص، لان احنا كنا بنقفل بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها في بداية الفيديو. تمام. زي ما احنا شايفين كده مفيش اي منظر لمنزلقة ولا اي حاجة خالص. هنبدأ دلوقتي نكمل اخر دور عندنا. تمام. برضو زي ما احنا متعودين دي اخر غرزة عندي، هبدأ ان انا اعمل فيها حشو. تمام. وهكمل عادي خالص، هدخل من هنا كده وهسحب بالشكل ده زي ما احنا كنا بنعمل في الادوار اللي فاتت بالشكل ده كده. هدخل تاني في نفس الغرزة وهسحب خيط. بعد كده هطلع من الاتنين، بعد كده هطلع اللي ورا ده طلعها من اللي قدام. تمام. بعد كده هرتفع سلسلة وهكمل في نفس الغرزة، هشتغل حشو بنفس الطريقة برضو. هشتغل حشو في كل الدور لحد ما اوصل للماركر بتاعي. ورجعت لكم تاني ووصلنا للماركر، هبدأ ان انا اشيله وهدخل جوه الغرزة دي، هعمل منزلقة وهرتفع 10 سلاسل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهبدأ ان انا برضو في نفس الغرزة اللي انا عملت فيها منزلقة هدخل فيها برضو تاني وهعمل منزلقة بنفس الطريقة كده. هدخل فيها وهعمل منزلقة. تمام. وهكمل عادي خالص حشو في الغرزة اللي بعديها لحد نهاية الدور. ووصلت معاكم لاخر غرزة عندي في الدور، هبدأ ان انا اعملها حشو بالشكل ده كده، ومش هقفل بمنزلقة. انا هقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده وهطلع بيه من الغرزة. تمام. وبعد كده هجيب ابرة تنظيف وهدخل تحت الحلقتين بالشكل ده كده. تمام. عشان انا عايزة يبقى معايا مقفول كأنها غرزة شكل السنبلة ده من فوق يبقى باين. تمام. وهدخل في الحلقة الخلفية بتاعتي في الغرزة التانية بالشكل ده كده. شايفين الشكل بقى عامل ازاي من فوق؟ تمام. وهبدأ ان انا ادخل بالخيط بتاعي كده وداري الخيوط بالشكل ده. ورجعت لكم تاني بعد ما دريت خلاص الخيط ونضفته. هبدأ ان انا دلوقتي اركب الزرار بالشكل ده كده. ادخل هنا كده. تمام. مرة كمان. وبقت معايا الشنطة بالشكل ده بعد ما ركبت الزرار ونضفت الخيوط من الداخل. اتبقى معانا دلوقتي الايد بتاعة الشنطة. احنا كنا عملنا الشنطة بتاعتنا على بخيط مكرمية فرنساوي بس على فتلتين، لكن الايد بتاعة الشنطة هنعملها على فتلة واحدة بس، وكمان على نفس الابرة اللي اشتغلنا بيها الشنطة على مع ابرة 3.5 مليمتر. هنبدأ ان احنا نعمل عقدة البداية بالشكل ده كده. هبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل
تمام. وهلف لفة على الابرة وهدخل جوه اول سلسلة عندي وهعمل عمود. تمام. بعد كده هرتفع سلسلتين وهلف لفة على الابرة، وبين شايفين بين السلسلتين اللي هما من تحت وبين العمود في فراغ، انا جوه الفراغ ده هدخل وهعمل عمود بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع سلسلتين كمان وبرده جوه الفراغ هدخل وهعمل عمود. تمام. كمان هرتفع سلسلتين جوه الفراغ اللي بين السلسلتين والعمود هعمل عمود. بنفس الطريقة كده هكمل لحد الطول اللي انا عاوزاه. تمام. هرتفع سلسلتين، لف لفة على الابرة، والفراغ اللي عندي اهو بين السلسلتين وبين العمود اهو شايفينه، هدخل جواه وهعمل عمود. ارتفع سلسلتين، لف على الابرة، وهدخل وهعمل عمود. ما تقلقوش لو لقيتوا الشغل بادئ ان هو ياخد كيرف معانا بالشكل ده كده، ما تقلقوش خالص، ده كله هيتظبط بس لما نخلص الايد بتاعه الشنطه. تمام. هرتفع سلسلتين ولف لفه على الابره وهدخل بين العمود وبين السلسلتين وهعمل عمود بالشكل ده كده. هرتفع سلسلتين وهكرر بنفس الطريقه لحد الطول المناسب ليا، وليكن 90 سنتي او 100 سنتي او 80 ايا كان الطول المناسب. انا هكمل بنفس الطريقة كده وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت بالطول اللي انا عاوزاه، ودي اخر حاجة هعملها. هرتفع سلسلتين وهعمل عمود بلفة بين السلسلتين والعمود اللي انا اشتغلت فيهم. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاخد سلسلة. تمام. انا ارتفعت بالطول المناسب ليا وهو 90 سنتي. تمام. هبدأ ان انا خلاص اخدت سلسلة. تمام. هبدأ ان انا اشتغل جوه الفراغ اللي عندي 2 حشو بالشكل ده كده، وهروح على الفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل 2 حشو. ما تقلقوش انها ملولوة كده، بس ان شاء الله تظبط في الاخر. والفراغ اللي بعده برضو هشتغل 2 حشو. تمام. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هكمل الفراغ اللي بعده اشتغل جواه 2 حشو. تمام. الفراغ اللي بعده برضو هشتغل 2 حشو. تمام. الفراغ اللي بعده هشتغل جواه 2 حشو، وهكذا هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لعقدة البداية واول حاجة انا بدأت بيها الدور. تمام. هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. في كل فراغ عندي هشتغل 2 حشو. ورجعت لكم تاني وخلاص اتبقى عندي اخر فراغ، وهو ده الفراغ اللي انا بدأت بيه من اول عقدة البداية. هبدأ ان انا اعمل فيه برضو غرز حشو، بس مش هيبقوا غرزتين حشو بس، لا انا هعمل فيه 5 غرز حشو. دي 3 باقي 2. تمام. بالشكل ده كده. وهكمل عادي خالص في الفراغ اللي بعده هكمل 2 حشو. في كل فراغ عندي هشتغل 2 حشو بنفس الطريقة كده. كمل الفراغ ده 2 حشو برضو. شايفين اتعدلت ازاي؟ ما بقتش ملولوة او معوجة او واخدة كيرف زي. ولسه لما نكمل كمان الناحية التانية هتبقى معدولة، مش هيبقى فيها اي عوجاج خالص. وهنكمل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزة خلاص في الدور. هبدأ ان انا اعمل فيها 2 حشو.
تمام. وهقفل بمنزلقة في اول غرزة عندي بالشكل ده كده، وبعدين هرتفع بسلسلة وهقص الخيط بتاعي. هطول شوية في الخيط لاني الخيط ده اللي انا هثبت بيه الايد بتاعة الشنطة بالشكل ده كده. وبقت معايا الايد بتاعة الشنطة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ورجعت لكم تاني، وبعد ما ثبت الايد بتاعة الشنطة معايا بالشكل ده، اتبقى عندي الناحية التانية. هبدأ ان احنا هنبدأ نثبتها مع بعض دلوقتي. تمام بالشكل ده كده. نبدأ نثبت مع بعض كده في بعد الجزء الاولاني. في الجزء ده كده، ده الدور الاولاني، التاني، التالت، الرابع، هنبدأ نثبت بعد الدور الاولاني. تمام. هنظبطها كده، وبعد الدور الاولاني هنحط بالشكل ده كده. ادي الدور الاولاني، انا هدخل الابرة بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. وهطلعها. انا هثبت بس في الاجزاء اللي هي دي بالشكل ده كده، الاجزاء اللي هي بتاعت الغرز بالشكل ده. ورجعت لكم تاني، وبعد ما خلاص ركبت الايد التانية ودريت الخيوط وبقت معايا الشنطة بالشكل ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير، وتسيبولي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم وهرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.